توب كرونو. كاس افريقيا ديال سنه 1976 تنظمت في اديس ابابا، جوج مجموعات، كل مجموعه فيها 4 المنتخبات، وجوج منتخبات اللي عندهم اعلى عدد من النقاط هما اللي كيتاهلوا للدومي فينال، ونصف النهائي كيلعبوا على شكل بطوله مصغره، واللي عنده اعلى رصيد من النقاط هو اللي كياخذ اللقب. المجموعه الاولى فيها مصر، اثيوبيا، غينيا واوغندا، والمجموعه الثانيه فيها المغرب، السودان، نيجيريا والجزائر واللي هي الكونغو الديمقراطيه حاليا. في المجموعه الاولى تاهل المغرب ونيجيريا، المجموعه الثانيه تاهلت مصر وغينيا. اللاعب بابا سجل هدف التعادل قبل 4 دقائق من نهايه المقابله، وهكا تمكن المغرب باش يتصدر المجموعه ويفوز باللقب الافريقي. سجل المغرب هدف التعادل وانتهت المقابله، وكان هذا هو اول لقب افريقي للمنتخب الوطني اسود الاطلس. كنتمنى يكون اللقب الثاني لمنتخب المغرب.